احنا بنقوله كان كولر لازم يمشي، بس مش معنى كده اللي انت هتقول لي مدرب زي يوري تيتش بتاع بيراميدز ده المفروض يمسك الاهلي. اقول لك لا، هنا حاسب ان هنا كل مدرب ممكن يبقى متنجم مع فريق هو ده حجمه وهو ده اللي يقدر يوصل معاه للمرحله دي. لكن احنا نقول مجرد مدرب زي ده ما يجي الاهلي، الاهلي فرقه كبيره عليه جدا وعلى اي مدرب تاني. كذلك الامر جوميز لما جاب بطولتين للزمالك وقال لك عليه ده بيطير في الجو بيبخ نار، وقال لك ده الاهلي هيجيبه، واحنا قلنا لا، ده كولر اللي نجمه وده لا يصلح للاهلي. هو ده حقيقي اللي انت ممكن تجيب مدرب انت تقول عليه ملهوش سي في ويجي يقدم على الاهلي زي كولر كده. جه قعد يهزر ويهز في دماغه في الاول وقال لك مين كولر ده، وجه كسر الدنيا مع الاهلي وجاب 11 بطوله. ولما جه خرف في اخر ايامه واحنا ما عجبناش الاداء اللي هو احنا الطبيعي المفروض نكون بنلعب قصاد اي فريق بره ارضنا او جوه ارضنا بنهاجم وما نلعبش بالمنظر اللي احنا شفناه من كولر في ماتش العوده مع صن داونز، خصوصا اللي احنا لعبنا ماتش الذهاب من احسن المطوشه في تاريخ الاهلي في مواجهه صن داونز على ملعبه. بس برضك الحظ ما كانش معانا، وهنا نسبه الحظ اللي تخليك تعمل